5 يناير من كتاب ابق قويا 365 يوما في السنة. هناك الكثير من الأشخاص الموهوبين الرائعين في العالم. لا تدع أي شيء يعوقك عن بلوغ طاقاتك الكامنة. قابلت في حياتي الكثير من الأشخاص الذين ظلوا يخبرونني بأنني لست قادرة على القيام بأمر ما، وهؤلاء الأشخاص يختبرون عزيمتك فقط، فلا تدعهم يحبطونك. أما الأصدقاء الحقيقيون فهم من يساعدونك على التقدم ويؤمنون بقدراتك. لا تسمح لأحد بأن يقول لك إنك لست قادراً على أن تحقق حلمك، لأنك إذا لم تؤمن بنفسك فلن يؤمن بك أحد. الهدف: فكر في أمر كنت عازفاً عن القيام به وابدأ في القيام به الآن. تحلى بالشجاعة. 6 يناير، عرض نفسك لأعظم مخاوفك. بعد هذا لن يكون للخوف سلطان عليك. جيم موريسون. عندما كنت طفلة كنت أخاف للغاية من التقيؤ، لذا انتهى بي الأمر مريضة بالنهم. كنت أتصرف من دون وعي مني من منطلق أعظم مخاوفي. لقد كنت أكره التقيؤ بشدة، الأمر الذي سبب لي المرض. الهدف: تأكد من أنك لا تحيا طبقا لمخاوفك، بل حاول إطلاق العنان لها. حاول أن تتذكر أن هناك هدفاً وراء كل صعوبة تواجهها أو فرصة تتوافر لك في حياتك. 7 يناير، إذا غيرت أفكارك ستتغير حياتك. مقولة للاو تسو. عندما كنت مريضة بالاكتئاب أتذكر سماع هذه المقولة، ولكني لم أفهمها للوهلة الأولى. عندما قررت أن أطبقها على حياتي انفتح عالم جديد كامل أمام عيني. حول أفكارك السلبية التي تجعلك تكره نفسك إلى أفكار إيجابية معززة للذات. عندما تنظر لنفسك وما حولك بإيجابية ستتمكن من النظر للعالم من منظور جديد. إن حياتك الحالية هي ما تصنعها بنفسك. الهدف: تنبه للوتيرة التي تسير عليها أفكارك. 8 يناير، الحب هو الحل. مقولة لإنجلاند دان وجون فورد كولي. تحمل هذه العبارة الكثير من الحقيقة، فرغم كل شيء الحب هو ما يضع كل شيء في مكانه الصحيح. مررت بالكثير من اللحظات في حياتي شعرت فيها بالحيرة واليأس، ولكن عندما كنت أعود للحب الذي أمتلكه في قلبي نحو أصدقائي وعائلتي ونفسي كنت أشعر بالسلام الداخلي. الهدف: اجعل كل من تحبه يعلم بأنك تحبه. أخبرهم بهذا صراحة. اكتبها لهم على كعكة أعددتها من أجلهم. اكتبها في خطاب وأرسله إليهم، أو ارسمها في لوحة من أجلهم. لا تدعهم يأخذوا حبك لهم كأمر مسلم به عندما تمتلك الكثير لتقدمه لهم. 9 يناير، كن في المكان الذي ترغب في الوجود به، وابتعد عن المكان الذي لا ترغب في الوجود به، وأحط نفسك بأشخاص وأجواء إيجابية. لا تضيع وقتك مع من لا يقدرون ما تفعله من أجلهم. إنني أعرف الكثير من الفتيات اللواتي يتمسكن برجال يعتقدن أنهن قادرات على تغييرهم، أو صديقات لا يهتممن بهن بصدق. تلك الفتيات لن ينجحن في حياتهن إذا ما واصلن فعل ذلك. إن الاحترام المتبادل أحد أهم المقومات الأساسية للعلاقات والصداقات الدائمة. الهدف: لا تضيع وقتك في البقاء مع أي شخص أخبرك بأنه لا يريدك في حياته. قيم جميع علاقاتك بالآخرين واجتث السلبية في هذه العلاقات من جذورها. 10 يناير، لا تستخف بمشاعرك بل قدرها حق قدرها. اعتدت أن أفر وأن أختبئ من مشاعري، خاصة إذا ما شعرت بأنها ستزعجني أو تؤلمني أو تشعرني بعدم الراحة، ولكني تعلمت بمرور الوقت أن أتقبل جميع مشاعري. أصبحت أدرك أنه من أجل أن أتغلب على المشاعر يجب علي أولاً أن أقدرها وأن أتقبلها. إنها جزء مني، لذا فهي ذات مغزى حقيقي. الهدف: تقبل الشعور الذي تخاف أو تخجل منه. إن الشعور بالخوف أو الغضب أو الحزن لا بأس به، ما دمت لا تترك هذه المشاعر تتحكم في حياتك. تقبل مشاعرك
وذكر نفسك بقيمتها الحقيقية. 11 من يناير، يمكنك أن توجه حياتك في أي اتجاه تختاره. مقولة لدكتور سوس: إنها حياتك، وأنت تمتلك جميع ما تحتاج إليه من أجل أن تحيا الحياة التي تحلم بها. استغل كل ما تعلمته واختبرته من أجل أن تخلق واقعك الخاص. إن ما يميز الحياة هو أنك إن لم تكن تحب ما وصلت إليه، فهناك دائما لحظة جديدة ويوما جديد لتبدأ من جديد. الهدف: اتخذ قراراتك بذكاء وتأني، وشجع نفسك على تحديد خياراتك للمستقبل الذي تأمله على الفور. 12 من يناير، الحلم هو أمنية تمناها قلبك. مقولة لسندريلا. مقولة بسيطة كما تبدو، لكنها واحدة من أعمق الرسائل التي وجهتها لنا القصص الخرافية التي أنتجتها شركة ديزني. يمكننا أن نشب لنكون ما رغبنا في أن نكونه، أيا كان ما ترغب في أن تكونه. إذا كان لديك هدف، حاول أن تحققه بكل ما أوتيت من قوة. كل شيء ممكن. الهدف: تمنى أمرا ما من أعماق قلبك، وطارد كل حلم يراودك. أنت فقط من يمكنه تحقيق أهدافك، ولن يمكن لأي أحد مهما كان أن يحققها من أجلك. 13 من يناير، كن أفضل أصدقائك. تعلمت بمرور الأعوام أن أكون أفضل أصدقائي. قضيت الكثير من الليالي وأنا أبكي حتى أنام منهكة حزينة ووحيدة، مصابة بجرح عميق في قلبي. بمرور الوقت أدركت أنه علي أن أتعلم مواساة نفسي لأتمكن من التغلب على الألم. إن الأمر مجرد عملية مستمرة، لا أزال أتعلم حتى الآن كيفية القيام بها، ولكنني تحسنت كثيرا في مزاولتها. يمكنني أن أقول الآن وبصدق إنني أصبحت أفضل أصدقائي. الهدف: أحبب نفسك وعاملها كما تعامل أفضل أصدقائك، فأنت تستحق درجة الحب نفسها التي تمنحها الآخرين. 14 من يناير، لا يهم ما ولد الناس عليه، بل ما سيصبحون عندما يكبرون. مقولة لجي كي رولينج. يمتلك كل منا لحظة تبدأ فيها قصة حياته. تبدأ قصة حياة كل منا في أماكن مختلفة، ولكن عندما نكرس قلوبنا وعقولنا لتحقيق ما نرغب بشدة في تحقيقه، لن يوجد ما يعوقنا. إن النصر والنجاح يقاسان بمدى محاولاتك والمقابل الذي تحصل عليه. الهدف: كن فخوراً بكينونتك وأصولك. تطلع إلى الوجهة التي ترغب في الوصول إليها، والشخصية التي ترغب في أن تكونها. 15 من يناير، لطالما قالت لي والدتي إنه إن لم تتمكن من إيجاد شيء تعيش من أجله، فاعثر على شيء تموت من أجله. مقولة لتوباك. يمتلك كل منا هدفاً في هذه الحياة الرائعة، والأمر يرجع إلينا وحدنا بشأن ما نفعله في حياتنا وما نختار تحقيقه منها. إن الأمر الأهم في حياتك هو أن تمتلك قضية تسعى للفوز بها، شيئاً تؤمن به من شأنه أن ينير طريقك ويربطك بالهدف من حياتك. الهدف: ابحث في حياتك عن شيء يجعلك تستيقظ في الصباح متحمساً وواصل القيام به، ساند الأمور التي تؤمن بها. 16 من يناير، عندما يبدأ موقفك في التعقد، ضع نفسك في موضع شخص آخر. من السهل أن يتملكك عالمك وأن تدع الحزن يسيطر عليك، ومن الصعب أن تلحظ ذلك لأنك غارق حتى أذنيك فيما تفعل. قد يكون الأمر خطيرا للغاية لأنك قد تفقد اتصالك بالواقع سريعا. لا تقلل من قدر مشاعرك أو الصعوبات التي تواجهها، ولكن تذكر أن هناك من هو في هذا العالم أسوأ حالا منك. الهدف: احصل على منظور جديد للعالم من خلال القيام ببعض الخدمات المجتمعية أو الأعمال الخيرية. أعد قائمة تحتوي على 10 أو 15 من الأمور أو الأشخاص الذين تشعر بالامتنان لهم.